سيب يا ابني القوس مفتوح وضم لنا البنك الاهلي جنب اخواته اللي صياحهم عامل لنا طرب. والله العظيم في كل فيديو بقول يا جماعة، الغرض ايقاف النادي الاهلي عن سلسلة الانتصارات. الغرض ايقاف كولر عن تحقيق ارقامه القياسية اللي تخطى بها منه الجوزيه. يعني بسم الله الله اكبر، المباراة 18 على التوالي. للتاريخ، للتاريخ في الدوري المصري ما في مدرب عملها. يعني ويجوا شوية البكايين الشكايين، صفحات السوشيال ميديا اللي معروفة، مواقع الصفرة اللي دايما الريتش بتاعها ما بيعلاش الا على حس النادي الاهلي، يقول لك ايه؟ يقول لك شوف الفار والخط المرسوم غلط ومجاملة النادي الاهلي عشان يكسب. يا اخي اتقوا الله، يعني الراجل يعمل ايه؟ ده انا اول مرة اشوف حكم الفار اللي دايما له كوارث مع النادي الاهلي، اول مرة بشوفه بينصف النادي الاهلي. يا لهوي، يا اهلاويه افرحوا، افرحوا واقفلوا ودانكم عن الانديه اللي معروفه بالشكايين البكايين، اللي دائما وابدا عايشين في جو المؤامره، في جو المظلوميه. يعني ما في مكسب، ما في مكسب نسبوه للنادي الاهلي كل مباراه يعلقوا شماعه. حتى طارق مصطفى المدرب اللي بنقول عليه طالع كلامه في المؤتمر الصحفي عن النادي الاهلي اكتر ما عن فرقته. يعني نعمل لكم ايه؟ اسامه ابو علي اهو، العو حضر، العو جه، نعمل ايه طيب؟ يعني قولوا لنا احنا نبطلها كوره عشان نشوف حضراتكم هتعملوا ايه. هدف جاي في الشوط الاول، آه، البنك الاهلي عاجز على انه يتعادل مع الاهلي في الاوقات اللي هو ما قبل التسجيل. نعمل ايه؟ نسجل في رواحنا؟ نتعمد ان نخسر الدوري عشان حضراتكم؟ ايه ده؟ مش معقوله، مش معقوله. بسم الله الله اكبر. عايز انوه لنقطه تانية، وسام ابو علي، وسام ابو علي اللي خلاص كل ما اسمع ماتش كأن لقطه افضل لاعب وراجل مباراه بتتعاد كانها فيديو بيتعاد كل ماتش. بسم الله الله اكبر، خمسه وخميسه في عين اللي يحسدوه وعين ما يصلوا على النبي. تقول لا يا جماعه كده، سيبوا لعيبتنا في حالها. وده حكم اللي بينفذوا علينا، بينفذوا على غيرنا. ولا احنا عشان جينا من بعيد كاسحين ومتربعين على الدوري وخلاص كلها 7 بونت، العياط بيعلى والصياح بيعلى. ثم في نقطة تانية، اللاعب اللي سجل هدف لاعب البنك الاهلي محمد هلال، والله 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 عارف، متأكد مليون في المية انه اكيد لاعب مشاغب وهيسجل هدف. ولذلك انا حاطط صورته المصغرة عندي على الفيديو اللي قبل ده، انا حاطه عندي على صورة الفيديو اشارة لانه الولد ده هيعمل حاجة. لكن بفضل الله اهداف كلها شيكابالية، اهداف كلها شيكابالية. يعني اجري افرح امل هوب ارجع محلك سرك كما كنت. الهدف يلغى بداعي التسلل الصحيح. لكن صفحات السوشيال ميديا جايبه لك خطوط عوجه وبتاع، ويقول لك ايه؟ بيجاملوا مين؟ الاهلي يستحق ان يكون في مكانه الطبيعي بشهاده الجميع. شوفوا هاني سعيد قال ايه، هاني سعيد قال ايه وهو احد المنتمين لبيراميدز؟ قال ايه؟ قال الاهلي يستحق، الاهلي كونه يحقق كل الانتصارات دي وبسم الله الله اكبر بما فيهم بيراميدز كمان، لا يستحق. وده من صفات البطل، شخصية البطل. يعني ايه شخصية البطل؟ يعني ان وجودك في الملعب يرهب الخصم، يعمل له حالة من القلق، من عدم الثبات. خلاص الدوري بيناديك، الدوري بيناديك، لانك
يعني انت من تكونت فيك شخصيه البطل. فالحمد لله على الفوز، ربنا يحمي ويسوي عليه يا رب، وان شاء الله نحقق كل الانتصارات الباقيه لنا في الدوري، ونفرح بالدوري رغم هزيمتنا في الدور الاول من الزمالك، رغم هزيمتنا الدور الاول من البنك الاهلي في مفاجاه كانت هي الاقوى في الدوري هذا العام، الا اننا دائما اذا هزمنا من الزمالك يوما ما في الدوري اكيد بيكون عنواننا ابطال الدوري. بشكركم جدا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.